منور العداد يا باشا والله. انت كداب، البطاريه اللي منوره حبيب اخوك. الجنتلة رايح فين جري؟ وديني صندوق يا باشا، بس عايز سريع كده عشان اخد في شنبه والله لوكي. لا والله يا زعيم، بروح كل حتة في المنصورة الا سندال. يا عم خلاص وديني طلخه وانا اركب من هناك صندوق. لا والله يا ريس، بروح اي حتة في المنصورة الا صندوق وطلخه. ايه رايك اوديك جزيرة الورد؟ لا والله يا باشا، بروح اي حته في المنصوره الا جزيره الورد. طب وبعدين هنحل الازمة دي ازاي يا زعيم؟ والله شوف مزاج سيادتك جايبك توديني فين، واطلع يا عم والله. بص يا باشا، انا ممكن اعمل معاك واجب واوديك عمر افندي وكده يبقى عداني لعب وازح. انت بالظبط يا عم انت، ما احنا في عمره فين ده هو. لا بس احنا في اتجاه الرايح، انا هاخدك ونلف الملف ونرجع في اتجاه الراجع. هتعديني الطريق بس يعني. طب وجاي نفسك ليه كده يا عمني؟ اطلع يا عم عشان ما تظبطنش عليها. طب قبل ما نطلع كده، انت عارف فتحة العداد بتاعتي عاملة كام؟ ما 6 جنيه يا عم زي الورقه بتاعت المحافظه. لا اصل انا الفتحة بتاعتي غير فتحة الناس، انا الفتحة بتاعتي ب20 جنيه. لا على ايه، خليها مقفوله ما تفتحهاش. خلاص يا زعيم ما تبقاش قفوشة، اعمل لك اوكازيون هخليها ب19 جنيه ونص. ايوه يا عم كده شغل الشغل، احنا من المنصوره يعني ما احناش سياح. باين عليك يا كبير، انت منين من المنصورة بقى؟ يعني من ضمنات القديمه يا حبيب اخوك. ايه في حاجه ولا؟ لا مفيش يا باشا، استنى اشغلك حاجة كده على ذوقي، اصل محسوبك فنان وبيفهم في الموسيقى. ايه يا عم الاغاني الجايفه ده يا عم، اقفل يا عم هات حاجه تانية عايز ارجع. طب استنى اشغل لك حاجة تانية، اشغل لك بودكاست بقى، حاجة تنفع وتستنفع كده. معانا الأستاذ مهند خبير التنمية البشرية. ايه رأي حضرتك في سواقين التاكسي يا أستاذ مهند؟ اهو سواقين التاكسي دول يا استاذه لبنى اكتر ناس مظاليم. تلاقي الجلاحف من دول لابس قميص ازرق وبنطلون اسود وشنبه عامل زي زعانف الكابوريا، وداخل يفاصل مع سواق التاكسي في 20 و30 جنيه، حاجه يعني قله قيمه. اسطى اقفل الراديو يا اسطى، اقفل الراديو، دماغي مزعببه يا اسطى بالله عليك. ايه يا عم زعلان ليه؟ ولا هي كلمة الحق كده بتحرق؟ اجيب لك شوية ترمس ترطب على نفسك؟ يا عم تلمس ايه يا عم، وطل انجزني الفجر هيشقشق علينا انا متاخر. خلاص براحتك يا زعيم، بس ما قلتليش برضه راح تقابل مين؟ وانت مالك يا سيدي؟ ولا دور الموتور، ولا لا لما دورت الموتور وطلعت لاكون مبلعك الدركسيون. تلاقي بقى الجلاحف من دول راجل محترم وله شنه ورنه ولابس له قميص ازرق وبنطلون اسود وشنبه قد كده، وتلاقيه في الاخر نازل يقابل عشيقته في السر. يا اخي عيب على شنبك يا اخي. اخ استغفر الله استغفر الله، ربنا يحفظنا. بقول لك ايه يا جرع انت، يا تقفل الراديو يا تغير ام القناه دي. ايه يا باشا في ايه؟ ولا هي كلمة الحياة كده بتحرق؟ الله يحرقك يا بعيد يا عم، انجزني انت سيدي غلاء. خلاص يا باشا اللي انت تشوفه، طالعين اهوت، هتروح فين بس عرفني. ودينا يا عم عند نادي الجزيره. اكتر حاجه تستفزني بقى يا استاذه لبنى، تلاقي الراجل من دول لابس قميص ازرق وبنطلون اسود وشنبه عامل زي المقشه، وعليه القهوجي بتاعه 400 جنيه، واول ما ربنا يكرمه بقرشين يقول لك هروح النادي. يا اخي طب ما تدفع اللي عليك الاول. عالم جايفة والله يا استاذ مهند. يا ريت يا محترم بعد اذنك غير ام الاستاذ مهند دوت عشان ما كسرش علبه التونه اللي انت راكبها دي على دماغك. غيره ليه يا باشا؟ الراجل بيتكلم في الحق، ولا هي كلمة الحق كده بتحرق؟ الله يخرق يا عم، انا جالي تسلخات من كتر كلمه الحق، انجزني انا متاخر. خلاص يا باشا طالعين اهوت، مش محتاج اي حاجة كده لما نطلع اجيب لك شاحن نوكيا ولا شاحن سامسونج؟ لا يا عم مش عايش شواحن يا عم، انا معايا ايفون اصلا. وتلاقي بعض اقلاء العقل يعني تلاقي الواحد منهم معاه تليفون بالالاف ماركه ايفون مثلا او الحاجه من الحاجات دي، جايبه عشان يتفشخر بس بيه على الناس، ولو قلع جزمته تلاقي الشراب مقطع ومنتن وجايف. الحمد لله، لسه يقولوا ان هو لابس قميص ازرق وبنطلون اسود وعنده شنب. يعني سي مثلا واتيفر ممكن يكون اسمه شوقي الدمياطي مثلا ومراته اسمها سندس ومعاه ايفون وتلاقي شرابه مقطع. تخيل انت يا استاذه لبنى.